السلام عليكم متتبعين العزاز ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في تمام الصحه والعافيه. فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم بغيت نحضر معكم ريش بوند اللي اكيد كل واحد عارفها، محبوبه الجماهير كيعشقها الكبير والصغير. درتها وبغيت نتقاسمها معكم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وندوز معكم الطريقه ديال التحضير. فهنايا البنات غادي نحتاج واحد 250 غرام ديال الزبده، هكا زبده ديال التوريق، مارغرينا اللي كيعرفها كل واحد. وهنايا غادي نضيف كاس ونص ديال سكر سنيده. انا هنايا درتها ناقصه شويه من الحلاوه. الا نتوما كتبغيو الحلاوه بزاف غديروا جوج ديال الكيسان. انا هنايا بغيتها تجيني مسوسه واحد شويه، ضفت غير تقريبا كاس ونص، داك نص كاس راه ما وصلش للنص، تقريبا واحد كاس وربع. صافي ودمجتها مع هذيك الزبده. ويستحسن الزبده تكون بحراره ديال الغرفه باش هكا تطلق لكم. الا كانت عندكم في الثلاجه جبدوها قبل ما تقادوا الحلوه ديالكم باش هكا ما تعذبكوش في الخدمه. صافي هنا بديت نطلق هذيك الزبده مع سكر سنيده باش تذوب ليا الزبده. وهنايا درت واحد مبشور ديال الحامضه باش هكا يعطيني النكهه. وهنايا غادي نضيف جوج ديال الكيسان ديال الزيت، ولكن ما غاديش نديرهم دفعه واحده. غادي نضيف الكاس الاول وغادي نبقى نطلق فيه هكايا ديك الزبده حتى ترخف ليا واحد شويه. عاد غادي نزيد الكاس الثاني باش هكايا ما تبقاش ديك الزيت كطر ليا هكايا في الجناب وتسهل عليا العمليه. كما كتشوفوا هنايا زدت الكاس ديال الثاني مع التحريك. من بعدها غادي نزيد البيض. هنايا عندي 5 ديال البيضات، والبيض كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. زعما بغيتو تضيفوا 3 ولا 2 ولا 4 ولا 5 اللي بغيتو ضيفوه. صافي هنايا غادي الاضافه اللي غادي نضيف ليه هنايا واحد 4 كاس ديال المزهر. وتقدروا تضيفوا هكايا غير معلقه ديال المزهر او لا اكثر. المهم كيبقى على حسب الذوق ديالكم. هو واحد ريش بوند هذه بالذوق ديال المزهر كتجي غزاله وزوينه بزاف. فانا غادي نديرها في العجينه وغادي نضيفها مع الكونفيتور باش تعطي نكهه زوينه ومذاق زوين. صافي هنايا كنطرب هذاك البيض مع الخليط ديال الاول مزيان مزيان باش هكايا كيندمجوا ليه العناصر، وحتى هذوك الحبيبات ديال السكر سنيده كتذوب. صافي هنايا غادي نبقى نضيف الدقيق، والدقيق راه كتختلف الكميه على حسب الحجم ديال البيض. صافي هنايا غادي نبقى كنضيف انا غير بزاف صراحه، ما عرفتش شحال دخلت فيها. المهم القوام غادي تشوفوه في الاخر. هنايا كنبقى نضيف شويه بشويه، ولكن ما كنعلكهاش، غير كنجمعها غير بالاصابع ديالي. الا علكتوها راه غطلق لكم الزيت بزاف. صافي هنايا مع الاستمرار انا كنزيد في هكايا في الدقيق. وعندكم هكا ديروا فيها بزاف ديال الدقيق، راه ملي تجيو تكوروها غتبات تفرتت ليكم. وإلا هكايا زلقات لكم يدكم في الدقيق ودرتو بزاف وعندكم شويه ديال الزبده، هكايا دوزوها غير بين يديكم حتى تطلق شويه وضيفوها على العجينه وعاودوا جمعوها، راه غادي تقاد معكم العجينه. اولا تقدروا تضيفوا بيضه، تزيدوا بيضه في العجين ديالكم. صافي هنا كنبقى لي واحد شويه ديال الدقيق، بديت كندخلو غير بالاصابع ديالي. هانتوما شوفوا القوام ديال العجينه كيفاش خليتها مرخوفه، ما قصحتهاش بزاف باش تجي ليا في التلوليب ديال الشكل ديال الحلوه ديالي. وهنايا راكم كتضيفوا الدقيق وكتجربوا واش زعما هذاك هو القوام اللي بغيتو، واش كتكور معكم ولا مازال خاصها شويه ديال الدقيق. صافي هنايا ضفتها في واحد البلاستيكه غادي نبدا نكور فيها. هنايا البنات الا بغيتوهم يجيوكم قادين، راه الا هو عندكم الميزان راكم كتعبروا في الميزان. انا هنايا راه كنت عبرت شي وحدين في الميزان وحطيتهم هكا حدايا وعاد بديت كنكورهم. ومني كتبان ليا شي وحده هكا يعني العبار ديالها راه زايد واحد شويه كنعاود نعبرها باش كنتاكد من العبار. صافي هنايا غادي نستمر في التكوار ديال الحلوه ديالي. والحجم راه كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، بغيتوها كبيره بغيتوها صغيره. وعاوتاني الا كنتو بغيتو تلصقوا وحده مع وحده فراه خاصكم ديروها صغيره باش يلاه كيجي الحجم ديالها هو هذاك ملي كتلصق. وإلا وصلتوا لهاد اللقطه هذه في الفيديو كنتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الزر ديال الجرس باش يوصلكم اي جديد، وما تبخلوش على اختكم باللايكات، راه اللايك هو اللي كيطلع لينا الفيديو ما خسرين عليه والو. الا شفتي الفيديو ديالي اول مره ما تنسيش اختي تخلي لي واحد لايك. وصافي انا هنايا غادي نكمل التكوار ديالي وغادي نرجع معكم منين غادي نطيبها.
صافي هنايا انا غادي نكمل كاع العجينه اللي عندي وغادي ندخلها للفرن. صافي هنايا كملتها البنات كامله، وهنا الفران كان سخون، راه تقريبا بحال الطياب ديال الصابلي، غير هي كتشد طيب واحد شويه على الصابلي حيت راكم عارفين الصابلي كيكون مقطع بالقطاعه ورقيق، هنايا كتشد غير شويه الطياب. صافي هنايا من بعد ما طابت شقات واحد شويه، ولكن ماشي مشكل، راه المذاق كتجي زوينه وكتجي هشيشه بزاف. صافي هنايا غادي ندوز باش نفندها في الكونفيتور والكوك. راه هاد العمليه هذه عارفها كل شيء، غير كل واحد وكيفاش كيحضر الحلوى ديالو، وكل واحد والطريقه ديالو. صافي هنايا غادي نكب هذاك الكونفيتور في هاد الكاسرونه هذه، وغادا نزيد عليه ما زهر. هنايا اللي ما كيبغيش ما زهر ما يضيفوش لا في الاول ولا في هاد المرحله هذه، يضيف غير الكونفيتور صافي، يكتفي به. واللي ما يولي كيبغيه الا بغى يديرو في الاول يديرو، ما بغاش حتى الاخر عادي يديرو. المهم اللي ما كيبغيش ما يضيفوش، حيت هو كيكون شويه النكهه ديالو شويه مجهده، واخا كتضيفوا منه غير شويه ولكن كتعطي النسمه ديالو. صافي هنايا منين كندير الحلوه ديالي في هذا الكونفيتور وما زهر، كنخليها واحد شويه بين ما شربات، غير واحد شويه، عاد كنبقى نحطها في الكوك. راه كتجي غزاله يا البنات، وكتجي هشيشه وزوينه بزاف. وعاوتاني الا خليتوها زعما واحد المده بين ما شربات هذاك الكونفيتور اللي فيها، راه كتولي رطباتي، كتحطي على فمك كتذوب، ماشي فحال منين يلاه كتصاوبيها وكتاكليها، راه كتكون شويه قاصحه. كيفاش شفتوا في البدايه ديال الفيديو، راه انا غير كملتها وحطيتها في صحن ديال التقديم ووريتها لكم. واخا هكاك راه زعما بدات كترطب، ولكن الا نتوما خليتوها مده طويله راه كتولي رطبه وزوينه. صافي هنايا انا بديت كنفندها في الكوك. هنايا حاولوا العجينه ديالكم او القطع ديال الحلوه ديالكم ما يهزوش بزاف ديال الكوك، يعني هكا حطوها في واحد بحال هكا. انا حطيتها في هاد الطبسيل هذا حتى كملت زعما كاع الكميه اللي عندي، عاد حولتها لواحد اخر باش هذوك البقايا ديال الكوك كيهبطوا غير في هاد الاناء هذا، ومن بعد كنردو في هاد الطبسيل اللي كنفند فيه، باش هكا ما يضيعش لكم بزاف ديال الكوك، وما تبقاش هي عاوتاني هزه بزاف. هذاك الكوك كيبدا يشرب من هذاك الكونفيتور وكتنشف لينا الحلوه دغيا. هذا علاش تفاداو ما ديروش بزاف ديال الكوك في العجين ديالكم، في القطع ديال الحلوى ديالكم عفوا. صافي هنايا كان هذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه بزاف وكتعطي كميه اللي وفيره بهذاك القياس اللي حضرت معكم. وكانت هذه هي النهايه ديال الفيديو، كانت هذه هي الحلوه ديالي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تعجبكم، وكنتمنى ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم الزوينه. ويكون هنا الفيديو ديالنا سالا، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.